بس نقلت أول كم أول فترة. هاي أكأب أيام، يعني واحد انتقل من مرحلة لمرحلة يعني. طب شو قول لي مشاعرك، يعني مثلا إنه كآبة وحدة، خاصة على الشغل. لما تيجي على الشغل تفكير مفرط. صراحة عدت علي أيام أطلع بالشارع مشان ليش؟ من الملل والوحدة وضيق الخلق. شو تشعر يعني؟ بس أشعر إنه أنا ولا شيء بالمجتمع. ولا شيء، تشعر فراغ؟ فراغ. السلام عليكم. هذا الحكي لشباب عايشين لحالهم، صار لهم فترة طويلة عايشين لحالهم، عانوا فيها من تقلبات مزاجية ونفسية. كلهم كانوا عايشين مع أهلهم، كانوا مبسوطين وما عانوا من شيء اسمه وحدة، ولا إجا على بالهم أساساً إنه راح يجي يوم يعيشوا لحالهم ويعانوا من الوحدة والمسؤولية المبكرة. وأنا واحد من هدول الشباب، لذلك حبيت بهالفيديو إني شارككم تجربتي بالعيش وحيداً لمدة 10 سنين. كثير من رفقاتي كانوا يقولوا لي نيالك عايش لحالك، فيك تنام ايمت ما بدك، فيك تاكل شو ما بدك، فيك تجيب رفقاتك ايمت ما بدك، وفينهم يناموا عندك، وفينهم يروحوا ايمت ما بدك. هذا الكلام صح، بس في قسم كتير هن ما شايفينه، ما شايفين لما اكون لحالي واعاني اتعب نفسيا وجسديا. يعني اكون عم بشتغل طول النهار، ارجع على البيت لحالي ما الاقي حدا، ما الاقي لي هيك وجهي بشوش اشوفه. فلذلك خليكم تابعوا معي الفيديو لنعرف هالكلام رفقاتي صح ولا لا. بنكمل بعد الانترو. إياك تتخيل معي حي صغير هيك مكون من 10,000 نسمة لنقول، وهذا الحي كل اللي عايشين فيه بيعرفوا بعضهم. أبو عامر بيعرف أبو سامر، أبو خالد بيعرف أبو سامر، أبو سامر بيعرف أبو عامر. وما بس هيك، بيعرف كان مين أولاده وإذا أولاده متجوزين ولا لا، يعني بيعرفوا بكل اختصار التفاصيل كلها. بقى بدي إياك تسأل حالك بهيك حي هل من الممكن تشعر بالوحدة؟ أنا حرفيا كنت عايش بهيك حي، وذكرت لكم هالقصة لحتى أبين لكم الحي والمجتمع اللي كنت عايش فيه والحي والمجتمع اللي هلأ أنا عايش فيه. ولدت بمدينة حمص السورية لعائلة فلسطينية في حي العائدين، وهذا الحي يسمى بالمصطلح المعروف مخيم. يعني ما تفكر المخيم يعني فيه خيم، هو سموه مخيم لأنه من زمان أيام 48 وقت إسرائيل طحشت على فلسطين، الله يفك يا رب كل هموم ويفرج عنه، هاجروا أجدادي ولجأوا إلى سوريا، في من لجأ إلى لبنان، بقى سكنوا بخيام لذلك سموه المخيم. بس هو حاليا أحياء عادية، بنا أبنية عادية وبيوت عادية. وهذا الحي حرفيا مثل ما حكيتكم عنه بنعرف كل اللي فيه، يعني إذا حدا ما نعرف مين هو، مين أولاده ومين قرايبينه. يعني فيني شبه لك إياها بباب الحارة، مثل ما أب حاتم بيعرف أب مرزوق، مثل ما أب مرزوق بيعرف أبو، مثل ما بيعرفوا الإذاعة عشري مثلا كم ولد عنده. وكان شعور الوحدة من سابع المستحيلات إنك تشعر فيه. ليش؟ لأنك أنت عايش بين عالم بتعرفه وفي تقارب اجتماعي كبير، والمجتمع لهناك كتير هيك منفتح وفي تواصل يومي مع البشر، وهذا الشيء تماما بخليه من سابع المستحيلات إنه يكون شيء موجود اسمه الوحدة. بهاي المرحلة من عمري كنت اتكالي بشكل كبير، وعندي تحمل مسؤولية خفيف جدا يكاد لا يذكر. يعني الوالد كان هو صاحب المسؤولية المطلقة، اتكل على امي، اتكل على ابوي، وكنت بحكم اني اخر العنقود كنت دائما احصل على اللي بدي اياه، اخذ الدلال يلي بيحلم فيه اي ولد، اوعية مغسولة مكوية مطبوبة بخزانتها. بقى بدي اياك تتخيل شاب مدلل ما عنده اي حس بالمسؤولية يضطر يهاجر من بلده لبلد ولغة وثقافة مختلفين كاختلاف الليل والنهار. فكيف راح يكون وضعه لهذا الشاب؟ الحرب بسوريا اثرت على نواحي كتير، وهذا الشيء خلى كتير شباب يلجأوا لبلاد اخرى مشان يقدروا يعيشوا حياة أكثر أمنا، وأنا كنت من هدول الشباب يلي هاجروا على أوروبا. بأول أيامي كنت ساكن بكامب أو بالمشهور هايم، هو مكان بتجمع فيه المهاجرين الجدد أو اللاجئين الجدد لبين ما يجيهم فرز. إيه بقى أنا أول أيامي عشت بكامب، ولكن كامب كان خاص بالقاصرين تحت السن القانوني، لأنه بهذاك الوقت كان عمري 15 سنة. أول كم يوم شعرت بالوحدة والاكتئاب بشكل لا يطاق، لأني أدركت بشكل عملي إنه هلأ هذا المكان اللي أنا بدي أعيش فيه، وهذا المكان اللي بدي أبني فيه مستقبلي، وطن جديد بعيدا عن أهلي مع صفر خبرة بالحياة. بعد مرور شهرين إجاني نقل على هايم جديد، بقى هذا الشيء كان كتير يتعبني لأنه بدي أتعرف على عالم جديدة وجوه جديدة، وهذا الشيء إذا تكرر يعني لو بقى من كتر تكراره تمسحت صراحة، صار إجاني كتير نقلات. كنت دائما أفوت بشعور الوحدة وشعور الكآبة، ولكن كل ما تكرر أكتر كل ما كنت أحس بخفة أكتر، أو إني تمسحت ما عاد عندي مشاعر الألم اللي كنت أشعر فيه أول مرة. ضليت هيك أتنقل حتى صرت 18 سنة، وصرت بعدين أتنقل بحريتي، يعني لأنه صار فيني
خليني انه على اساس بالقانون الالماني بعد 18 فينه الواحد يسكن لحاله. بقى صرت ادور على بيت وعايش فيه لحالي. بس طبعا عشت في مثل بيوت هون بيقولوا لها فيجي فون جيماينشافت بالالماني، يعني بيوت مشتركه، اخذ غرفه معي شباب كمان عرب. طبعا هناك خفت شوي الوحده ولكن بضله موجود، كان الشعور يضل موجود. الامور والواجبات المنزليه كانت شغلات كتير صعبه علي. يعني انت تتخيل حالك عم بتروح على الشغل او انك بالمدرسه طول النهار وبدك ترجع بدك تكوي وتنظف وتاكل، هذا غير اذا كنت عم تعمل مدرسه وبجنبها شغل جانبي، دوام جانبي. بقى تخيل التعب اللي راح تشعر فيه. ياما ايام ارجع على البيت اكون تعبان كتير، انام وانا جوعان. انا ما عم بحكي من باب انه والله انه ليكوا تاثروا، بس انه كانت لحظات بشعه، انه اجي بدي انام ميت جوع ونفس الوقت تعبان، بنفس الوقت نفسيا تعبان، بدك تاكل. كانت شوي صعب، ما شوي صراحة كتير صعبة، ولكن الحمد لله نجوت بأعجوبة. طبعا الوحدة يسهل كتير وصفها، بس صعب كتير أوصل شعورها. يعني في يوم من الأيام إجوا صحابي لعندي، وقتها كنت في قاع الوحدة، بقى كنا كل واحد عم يحكي إنه شو أحلامك بهالحياة، كل واحد يحكي أحلامه. أنا كان حلمي بتعرفوا شو؟ عن إني بس بدي أضل ألعب بلاي ستيشن وما أعمل شيء تاني. تخيلوا لأنه حد وصلت أنا. بقى هذا إن دل على شيء بدل على شعور شعور بالخواء، شعور بالفراغ الروحي والنفسي. عانيت بهالفترة من الأرق وصعوبة كبيرة جدا بالنوم. كثير كنت روح على المدرسة وأنا تعبان وحاطط راسي على المقعد، وتجيني المعلمة وتخلعني محاضرات على إنه يا عمر لازم تتطلع ولازم تدير بالك وتتطلع على السبورة وتعرف شو عم نحكي وشو عم نعمل. أنا أقول لها ماشي أوكي وأرجع نام. لسه في شعور كان هذا من أصعب المشاعر، يلي هي إنه تيجي بدك تفش قهرك لحدا وهذا الحدا ما يفهمك، يعني إنه يفكرك إنه أنت عم تتدلل. كان هذا أكتر شيء كان أكتر شيء يستفزني المتزوجين. أنت ليش بدك تتزوج؟ خليك مبسوط قاعد عزابي. لك يا زلمة انت بتروح على بيتك بتلاقي اكلك جاهز، بتلاقي امورك مزبطة بشكل غير طبيعي، انت اللي عليك انك تحط راسك وتنام. بس انا برجع البيت جوعان، خزانتي فايت فيها اعصار مطيرة، بدي ساعة لحتى الاقي اواعي، بدي ساعة لحتى الاقي كنزة لإلي، فما بالك في المطبخ، ما بالك بغرفتي. طبعا هلا غرفتي شوي مرتبة، لكن هي بعض الاحيان بكون كمان امورها تعبان كتير. طبعا غير الاكل بده يكون المرتديلا، يا ما بتيجي ايام بتكون المرتديلا هي الفطور والغداء والعشاء، طبعا هيك مع شويه زيتون بتطلع كتير طيبه. وهذا الشيء صراحة أثر كتير على إني أنحاف، ما يكون في طاقة. يعني هي كلها أسباب اجتمعت على الشخص يلي عايش لحاله، بتجتمع أسباب كتير عليه، ويا هذا الشخص بيقدر يتحملها يا بتلاقي بيك سحب حاله ورجع بلده. هلا بدي إياك تسأل نفسك سؤال تاني، هل إذا أنت كنت بنفس هاي المشاعر ونفس هاي المواقف وزدت عليها إنك عايش بمجتمع منغلق، مجتمع غير قابل للانفتاح على الأجانب، وأنا عايش صراحة بهذا المجتمع اللي هو المجتمع الألماني، ومثل ما بنقول فوق الموتة عصة قبر. من خلال عيشي بألمانيا لاحظت كتير إنه الشعب الألماني شعب كتير منغلق على نفسه، وبتلاقيه غير منفتح على الأجانب. يعني هذا الشيء كتير غريب، لأنه بألمانيا في جنسيات كتيرة، في العربي، في الإفريقي، في الآسيوي، في البرازيلي. يعني هذا الشيء لازم يخلي الشعب يكون أكثر مرونة، أكثر لياقة، ولكن للأسف هو ما له هيك. ويلي عايش بألمانيا بيعرف عن شو عم بحكي، وما رح تغيب عنه أكيد الصراحة المبالغ فيها للألماني. يعني الألماني إذا بده يدجك كلمة بدجك إياها وما له سألان. إذا بدك تروح تزوره وما عنده وقت بقول لك أنا ما عندي وقت. يعني حتى لو كنت أنت والعيلة قدام الباب بقول لك أنا ما عندي وقت، لازم كنت تدق لي وتخبرني. وهذا الشيء بتحدى أي واحد بألمانيا إنه إلا ما يكون صاير معه هيك موقف. وهو الشعب الألماني معروف كتير بهاي القصة، إنه بتلاقيه عنده شوية، نحن كعرب نعتبره وقاحة، ولكن هن هاي الشيء عندهم اياه كتير طبيعي. المهم انا عم بذكر هذا الشيء لانه هذا الشيء كتير اثر علي، ما بس علي كمان اثر كتير على الشباب يلي عايشين لحالة. يعني كل ما تلاقي عندك شوية طاقة تنشطت انك تروح شوي هيك تطلع الحياة، بتلاقي الشعب بارد، ردوده ابرد منه. ومعروف انه باوروبا الساعة 8 بسكر كل شيء، وهذا الشيء كمان كتير بيأثر. يعني المجتمع له دور كتير كبير بالتأثير على نفسية الفرد، لذلك انا حبيت اذكر هذا الشيء. كتير عالم ما بتفرق بين العزلة والوحدة، الوحدة شيء والعزلة شيء.
العزلة هلا كتير نحن الشباب، او ما انه الشباب يعني بشكل عام البشر، بنحب انه نعزل حالنا بين الفترة والتانية، لانه بنحب نيجي نحط الاولويات تاعيتنا. مثلا حدا جرحنا بنحب نعزل حالنا، نفكر بالعلاقة اكتر، نحط لها حدود، هل هي هاي العلاقة مفيدة لإلي ولا توكسيك سامة لإلي ولا كيف. ولكن الوحدة بالجانب الاخر، الوحدة شيء انت بتنجبر عليه، ما بظن حدا بيختاره باختياره، لانه من خلال تجربتي هي شعور بعدم الاتساق، الشعور بالفراغ، الاشتياق للاهل والاحباب، وهي سبب كبير للامراض. حتى انه في كتير دراسات بتقول لك الوحدة مضرة اكثر من تدخين باكيت كامل بالنهار الواحد. بقى تخيل قديش اضرارها على النفس. واكبر غلط انا وقعت فيه اني تعودت على الوحدة. في كتير شباب تتعود على الوحدة، انه بتصير تكره الناس، تحب تبعد كتير عن الناس، وهذا الشيء اكبر غلط. لانه لما بدك تصير تطلع من حياة الوحدة اللي انت عايش فيها وتروح تغوص مع الناس، يصير عندك قلق منهم ورهاب. بحكم اني عايش بمجتمع قليل الانفتاح، هذا الشيء زاد علي مشاعر الوحدة. ضليت سنوات كتيرة احاول اني اعمل شيء انجاز. صراحة ضيعت كتير وقت من حياتي، وهذا الشيء ندمان عليه. ولكن الحمد لله حاليا اموري افضل بكتير. عندي شغل ماشي حالي فيه الحمد لله، اموري النفسية صارت احسن بألف مرة. الوحدة قدرت اتخطى حاجز كتير كتير كبير فيها، وقدرت اقطع شوط كتير كبير كمان. هلا انت ممكن تتفق معي او ممكن تقول اني عم ببالغ، بس انا عم بحاول اوصل لك يلي انا عن جد شعرت فيه. وهاي المشاعر يلي كنت عم بحكيها مريت فيها حرفيا، واي شيء عم مر بخاطري كتبته وحكيته قدامكم. بس قبل ما نسكر الفيديو، في نقطة يلي هي يمكن عم تتساءلوا عنها، انه طيب كيف نتخلص من الوحدة؟ كيف قدرت اتعايش مع الوحدة؟ وكيف قدرت اني اخفف الشعور؟ هذا الشيء ان شاء الله بدي احكي بفيديو تاني. حبيت بس ان احطه بفيديو تاني انه في تفاصيل كتير بدي احكيها، وافضل اذا كانت فيديو لحالها. وسؤال اخير، هل رفقاتي معهم حق ولا لا؟ هل اني عايش لحالي يعتبر نيالي ولا لا؟ خبروني بالتعليقات. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. واذا عجبكم لا تنسونا من اللايك والتعليق، ولا تنسوا الاشتراك. والسلام عليكم.